السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله. اليوم كيف ما شفتوا غادي نشارك معكم واحد الطبق ديال السرديل، يعني واحد المذاق مميز اللي ما غاديش تقدروا تستغنوا عليه الا دقتوه ان شاء الله بهذه الطريقه اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله اليوم. صراحه تيجي لذيذ ما نعاودش لكم عليه، واحد المذاق مميز. نتمنى ان شاء الله تخليو ليا لايك وشي تعليق زوين، وشكرا لكم وفرجه ممتعه للجميع ان شاء الله. ويلا معايا باش نحضروا هاد الطبق ديال السرديل ولا الطاجين ديال السردين. كيجي من اروع ما يكون ان شاء الله، يعني بواحد المذاق مختلف اللي غادي نشاركو معكم اليوم. ولاول مره ان شاء الله غادي ننزل لكم في القناه واحد المذاق صراحه كيجي من اروع ما يكون. يلا معايا نتعرفوا ان شاء الله على المكونات وتحضير هاد السردين بطريقه جديده. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم السردين بالكرافس والسمن الحار. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، فرجه ممتعه للجميع. هنا كيف ما شفتوا عندي الفلافل الحمراء والخضراء والصفراء وفلفله مزيوده حاره، وعندي هنايا 2 حبات ديال المطيشه، وعندي هنا حبه ديال البصله، وعندي هنايا ربيطه ديال القزبر هي هذه، وعندي هنا الكرافس. كيف ما قلت لكم من قبل غادي نحضروا هذا السردين بالكرافس كيجي رائع في المذاق. عندي هنايا التوابل غادي نذكرهم لكم. عندي البزار، وعندي هنايا سميتو الخرقوم التحميره، وشويه ديال الملحه، وعندي سما القزبر كارم كيجي مع الحوت زوين، وعندي هنا الزيتون، وعندي هنايا زيت الزيتون. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله في هذا الطبق ديال السردين. وعندي هنا الثومه محكوكه بالقشور ديالها. صافي هادو هما المكونات. غادي نحيد هاد الفلافل على جنب. وهنايا كيف ما شفتوا عندي السردين نقيته وحيدت ليه هذيك الجلده اللي كتكون فيه كحله، حيدتها. يعني هاد الطريقه اللي كندير ليه كيجي لذيذ وتيجي اللون ديالو، يعني ما تيجيش داك السردين كحل، كيجي بيض. صافي هنايا غادي ناخذ واحد الهاشوار وغادي ندير فيه هذاك الهبره ديال السردين. ان شاء الله غادي تجربوه بهذه الطريقه، غادي يعجبكم، غادي تقدروا تستغناو عليه. بصراحه راه كيجي لذيذ بزاف، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. وتتبعوا هذا الفيديو حتى للاخير باش تشوفوا يعني كيفاش حضرت هذا الطبق ديال السردين. صافي هنايا خديت هذيك الهبره وضفت عليها التوابل. وغادي نضيف عليها شويه ديال الهريسه حاره. المهم غادي ديروا الهريسه على حسب الذوق. والكمون، هنا درت واحد المعلقه ديال الكمون. وغادي ناخذ هنايا الثومه، خليت النص غادي نستعملو في الطاجين، والنص غادي نديرو مع الهبره ديال السردين. والمكون اللي غادي يعطينا المذاق زوين هو السمن الحار، هو هذا. كيف ما شفتوا درت هنايا راس ديال المعلقه. وعندي هنا القزبر، هو هذا قطعته رقيق. صافي دابا غادي نطحن هذوك المكونات مع بعضياتهم. هنايا خديت الطاجين فاش غادي نديرو هاد الكوارات ديال السردين. خديت هنايا مطيشه غادي نحكها في الحكاكه هي والبصله، 2 حبات ديال المطيشه كتحيدوا ليهم الزريعه وكتحكوهم. وهنا حبه ديال البصله حتى هي وكذلك غادي نحكها في الحكاكه كيف ما غادي تشوفوا. راه كيجي هاد الطاجين من داكشي الرفيع، تيجي معلك
وكيجي لذيذ الصراحه بهذا المذاق ديال الكرافس والسمن. صافي هنا غادي نضيف عليه التوابل. هنا خديت واحد شويه ديال القزبر كارم، الملحه على حسب الذوق، يعني ما تكثروش الملحه. هنا شويه ديال التحميره، الخرقوم البلدي. هنايا غادي ندير الثومه اللي بقات ليا من السردين، يعني درت نص في الهبره ديال السرديل والنص خليته غادي نديرو هنا في الطاجين كيف ما شفتوا. غادي نضيف هنا زيت الزيتون، وهنا الكرافس اللي قلت لكم، يعني سنقطعوا هذوك الجذور ديال الكرافس وحتى الورق وكذلك، يعني غير كنخلوهم غلاض، ما غاديش نقطعوهم رقاق. هنا كيف ما شفتوا قطعت هذوك الجذور ديال الكرافس، كنخلوهم هكاك طريفات يكونوا باينين، وغادي نديرهم في الطاجين. هما هادو، وغادي نقطع هذوك الوريقات ديال الكرافس حتى هما. صافي هنا كيف ما شفتوا كنخليو هذوك الوراق كلهم باينين ولا الجذور ديال الكرافس. درتهم هنايا مع مطيشه والبصله، وغادي نشعل عليهم النار حتى غادي يتشحروا. وما كنضيفوا حتى شي قطره ديال الماء، يعني هذاك المطيشه والبصله والحوت راه كافيين، يعني كيطلقوا الماء ديالهم وتيجيو لذاذ. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الطاجين وتخليوا لي ان شاء الله في الكومونتير كيفاش جاكم هاد الطريقه ديال الحوت بالكرافس والسمن الحار، يعني راه تيجي واحد المذاق مميز. صافي هنا كنخليو هذيك مطيشو كتشحر، وغادي ندوزو باش نوجدو ان شاء الله الكفته ديال السردين. هذه هي الكفته بعد ما طحنتها، هي هذه ديال السردين. صافي دابا غادي نشكلها على شكل كويرات، وهنا كنخليو هاد الفلفله والزيتون وطريف ديال الحامض مصير، شويه ديال الربيع، هادوك حتى كنديروا الكفته في الطاجين عاد كنديروهم من الفوق. صافي هنا كيف ما شفتوا شكلت على الكفته على السردين على شكل كفته. ايوا صافي دابا ان شاء الله غادي نديرو في الطاجين، غنديرو الكوارات ديال السردين، وغادي ندير عليهم شويه ديال الربيع كيف ما شفتوا الربيع حتى الاخير عاد كنديرو. وكناخذوا هنايا الفلافل بالالوان وكنديروهم من الفوق. صافي كندير هنا طريف ديال الحامض وفليفله حاره والزيتون، يعني تنديرو كل شيء في مره واحده. صافي ان شاء الله دابا غادي نخليو الطاجين ديالنا حتى غادي يطيب، وهنا مره كنطلع عليه يعني حتى كيتشرب ليه ديك الميها ديالته وكيطيب لينا داك الكوارث ديال السردين. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الطبق ديال السردين بالكرافس والسمن الحار. بصراحه راه تيجي لذيذ لذيذ، راني عييت ما نشكر لكم فيه. نتمنى ان شاء الله تجربوه.
صافي هنا مره مره كنطلو عليه حتى كيوكح لينا ديك المياه ديالته وكيتشربوا ان شاء الله. من بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديال الطويجين بالسردين والكرافس والسمن الحار. يا سلام، وهذا هو الشكل النهائي.